طبعا تاريخ الدساتير المصرية القديمة لها تاريخ طويل، يمكن في الحضارة الحديثة من أيام محمد علي باشا لما وضع أو بدأ بوضع اللائحة الأساسية للمجلس العالي، والكلام ده كان 1825. عموما هي الدساتير دايما بتتلاقى فيها الحركات الثورية مع النضال الشعبي، ومن هنا بيكون نتاجه دستور علشان يحقق الكرامة والاستقرار والحرية لكل فئات الشعب وطوائفه. احنا فكرنا كأسرة برنامج، طب يا ترى المصري القديم كان يعرف عن الدستور او كان انسان دستوري؟ هو سؤال طبعا يعني يعتبر زي ما ضحك الدكتور سؤال شوية بياخدنا لبعض الاستفسارات البسيطة اللي كتير مننا ما عندوش فكرة، ولكن هل هو كان ملتزم بقوانين دون أن يضعها؟ دكتور حسن محمد السعدي رئيس قسم التاريخ كلية الآداب، أهلا بيك معايا. سعيدة جدا بالابتسامة اللي قطعتها على السؤال. ولكن دايما الواحد لما يقول احنا أصحاب حضارة 7000 سنة وي 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 نعم. فنتحدث ونتشطق بتاريخ قوي وعندنا أساس صلب بنستند إليه. نعم. حتى هذا السؤال لم نتركه. لا هو طبعا عشان بس المسائل تاخد سياقها العلمي. تمام. ويمكن حتى لما الإخوة هنا اتصلوا بي عشان تناول هذا الموضوع، أنا أول ما عن في ذهني إن إحنا ما تيجي نسأل نفسنا، هل المصري بطبيعته يعني كائن دستوري؟ نظامي. كائن يتبع قواعد. فهو على المستوى العملي، لما بتكون المحددات المتفق عليها في المجتمع بغض النظر عن تدوينها، يعني احنا عايزين نفرق بين الالتزام الفعلي وبين الواقع النصي. اغلب الدساتير الحديثة كانت في سكة والناس في سكة، حتى الاخير عشان نبقى واضحين مع بعض. طبعا لاني احيانا بتعامل المسائل بشكل عاطفي، وده مش وحش على فكره، لاني هو بيترجم عاطفته قبل الوطن في يعني الناس البسطاء الطيبين اللي كانوا بيدخلوا زغارات ويطلعوا الكلام الظريف ده، هو كانت حاله من حالات الالتحام مع فرحه الوطن، فكره الخلاص بالظبط. لكن بالنسبه على مر العصور طبعا، يعني بالنسبه للعصر الاسلامي كان الدستور والقران، تمام. فما كانش عندهم مشكله يعني، او ما كانش فكره الطرح او وضع قواعد نصيه بمفهومنا الحديث قائم دلوقتي. تمام. في العصور القديمه القانون كان بيلعب دور، بالذات بعد فتره الفراعنه، لان الفراعنه كان في قضاء وما كانش في قانون بالمعنى المفهوم، لكن كان في لوائح تنظم بعض العلاقات مثلا زي قوانين حرم حب وغيره وغيره، لكن مش دي القضيه. انما مساله ان يكون في دستور يدي عموميات بالمفهوم بتاعنا دلوقتي عشان يبتدي بعد كده عمليه التصنيف وانها تتحول الى قوانين ملزمه وما الى ذلك، طبعا لا. لكن الدستور كميثاق وكعهد وكعقد غير مكتوب بين الفرد ومجتمعه او بين الوطن وشعبه، ده كان عبر العصور المصري منضوي فيها تماما، لحد ما بدأ رفاعة الطهطاوي يترجم بقى في التلخيص بتاعه لما رجع من باريس، ويعزى له الفضل فيه حتى في ترجمة الدستور الفرنسي. ومن هنا بدأت فكرة او زي ما انا بقول دسترة الوضع، دسترة المجتمع يعني. فساح شريف باشا كان بيعتبر هو ابو الدساتير، لانه اول ما فكر فعلا انه يربط المجالس النيابيه ايا كانت مسمياتها، يعني انه يربطها بفكره ان يبقى فيه دستور يتحركوا من خلاله، ويبقى فيه بعد كده تشريع من خلال الاطار النظري ده. فهنا بدات مصر تخطو الخطوات اللي تتفق او تتوازى مع التيار المعاصر، لها رياده لها اولويه. بس انا يعني بطلت اتكلم في قضيه الرياده المصريه والاولويه المصريه، لانها احيانا بتخلينا دايما ننكفئ على الماضي ونبتدي نتكلم عنه وكأنه هو اللي لازم الناس تقدرنا
بغض النظر عن واقعنا المعاصر. هذا الماضي إن لم يكن هو الدافع الحقيقي لأن احنا ناخد، أو هذا البلد بينا ياخد وضعه الطبيعي بين مصاف الدول اللي هو يستحق أن يكون في وسطها، أعتقد أي شيء تاني ولا 100 دستور يقدر يعمله. يعني اقدر اقول من كلام حضرتك اللي فهمته ان الناس زمان كانت ملتزمه حتى قبل القران الكريم منظور، ان الناس كانت ملتزمه بمعرفه ما لها وما عليها دون، يعني عشان كده بقول الانسان دستوري، دون اللجوء الى كلام مكتوب او منظوم او قواعد بيمشي عليها. عدد الناس كان اقل، معروف ايه الخطا وايه الصح، التجاره في مجال التجاره، العلاقات الاجتماعيه كان كله منظم والكل ماشي عليه. ولكن ده على مستوى التشريع، على يعني مستوى التشريع، لكن على مستوى وضع دساتير بمفهوم ما نقدرش غير في العصر الحديث، لان هو فكره الدساتير نفسها. يعني حتى الماجنا كارتا، العهد الاعظم اللي دايما اوروبا بتتغنى بيه في العصور الوسطى، برضه لم يرقى لمستوى الدستور بمفهومه المعاصر. يعني بس عايزين دايما نفرق للناس ان حتى في قضيه التعريفات والمسميات، لا خلينا نحط كل حاجه في نصابها، وكل حاجه تبقى بنت مجتمعها، لان دي نقطه مهمه جدا. يعني انا دايما بشوف ناس يقول لك الدستور مش عارف الفرنسي، الدستور الامريكي، يا ساده فاضل، نحن الذين نصنع كل مقدرات حياتنا ومحدداتها من خلال الافراز البيئي بتاعنا، من خلال عاداتنا وتقاليدنا، من خلال تاريخنا. كون ان انا استنير بنصوص موازيه او بدساتير موازيه، ده وضع طبيعي جدا، دي طبيعه البشر. ما فيش حد بيبتدي من فراغ. تمام. لكن لا ينبغي ان احنا نظل اسرى، لاني لو طبقنا الدستور الامريكي مش هنبقى امريكا. يعني الناس لازم تفهم ده. يعني لازم يعيشوا المصريه. دي نقطه مهمه، لازم نعيش مصريتنا علشان اي حاجه تبقى طالعه تبقى بتاعتنا. لازم يفهموا ده. انا يعني قبل ما اجي، احد الجيران البسطاء بيشتغل في مجال يعني صنايعي، يعني هو اول ما عرف ان في برنامج في التلفزيون هطلع فيه، قال لي يا ريت تتناولوا في ضوء بقى الكلام عن الدستور والفرحه والكلام ده، تتناولوا اوضاعنا البسيطه. اللي عايز اقوله ايه؟ ان الناس ان لم يتحول هذا الكتيب او هذه الوريقات او المواد الى شعور بالادميه وبالارتقاء بيهم، وانه يحسوا ان الكلام ده مش مجرد حبر على ورق، يبقى ولا له قيمه. يا اخوانا، يعني خلونا نتجاوز مرحله الاحساس بالمصريه على المستوى النظري الى الاحساس بيها على المستوى العملي، ان احنا نحس ببعض بقى. يعني يبقى هنا رجعنا لحاجه ثانيه خالص، فرق عن الدستور، وهي السلوكيات المجتمعيه الموجوده الان. ما علشان اقدر انا احقق ده لابد من تغيير قاعده كبيره جدا من العامه بيتعاملوا باسلوب ان الحياه الان تقدر انك انت تاخد منها اللي انت عايزه في اي وقت. وليه العامه؟ المساس بالظبط كده. وليه العامه؟ للاسف لا والله بشكل واضح ان في سلوكيات اتغيرت على مستوى مصر. موضوع ان خرج اسوأ ما فينا، لان احنا معروف طبعا ان من امن العقاب اساء الادب. دي قاعده معروفه. فكون لما يبتدي يرجع القانون وترجع الضوابط العقابيه التي تحدد علاقتنا ببعض، بحيث ان حريتك تقف عند بدايه حريتي، يبقى هنا مش هيحصل فيه خطوط تماس. بالظبط، خطوط تماس في الاول قبل ما تتحول الى صدام. لكن انا بتكلم على اني اكذوبه النخبه واكذوبه ما يسمون بالمستويات الفاعله او التنفيذيين، والاخطر منهم الحقيقه على المجتمع المصري هم المتحولون اللي تماشوا مع فتره ما قبل يناير، واللي تماشوا مع يناير، واللي لبسوا عباءه الاخوان ثم خلعوها لحساب عباءات اخرى، والان يعودون سيرتهم الاولى في الجامعه. ودي اول حاجه واخطر حاجه في الاعلام،
في كل الوسائل الموجهه. لما انا ابقى اعمل عمليه تطهير شامل واقصاء واضح، علشان انا براهن على المستقبل دلوقتي. لن يصنع المستقبل من كانوا يعايشوا انتهازيه الماضي. دي نقطه مهمه جدا. يبقى لما انا اضرب المثل بقى لما يسمون بالعامه، اللي هم مفرداتهم الطبيعيه، هو اللي بيعمله ده بيتصور ده مفرد طبيعي. يعني العامه حتى لما مثلوا في 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 مسائل زي الحرافيش مثلا، كانوا بيمثلوا بقضيه ان بالدراع هو القانون. الدراع هو القانون، وبالتالي يتحلقوا حوالين الاكثر قوه. فكره قوه العقل لا تاتي الا في المجتمعات الناضجه. احنا لحد دلوقتي ما زالت قوه الدراع في قوه الدراع دي بقى منسحبه على المؤسسات اللي المفترض فيها انها تعلي من قيمه العقل. فانت ما تلوميش دول، اضربي المثل لدول، واخده بال حضرتك، تقومي تاخدي منهم افضل ما فيهم، لان هم ما زالوا ينظرون. عارفه حضرتك زي ايه؟ زي فكره احنا شوهنا صوره، مش عايز اقول اقطاعي، لكن صوره البيه الكبير او الباشا في كثير من الاماكن زمان، اللي هو كان بالنسبه في سلبيات عرضناها، ما قلناش ان في بالنسبه بالظبط، بالنسبه رغم ان هو كان بيمثل النموذج اللي يحتذى، وهو كان يراعي ده، لانه كان يرى ان الطبقه التي تنظر اليه لابد انها تراه في افضل صوره. واخد بال حضرتك؟ سيبك بقى من المتغيرات الاجتماعيه، اقطاعي او يعني صاحب ارض او غيره او راس مالي الى اخره، لكن عايز اقول ان هذه الصفوه في المجتمع، ايا كانت صفوه سبب الاصطفاء اللي هو الجانب المادي او الجانب العلمي او الى ذلك، لو لم يعطوا النموذج الحقيقي لن يكون هناك تغيير سلوكي. قصدي نقطه مهمه. هذا النموذج نفتقده؟ الحقيقه انا ما اقدرش اقول نفتقده، لان يبقى احنا بنحكم على المجتمع بالاعدام، لكن انا ما زلت بقول ان اصحاب التدني في 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 في, في التعامل ما زالوا يتصدرون المشهد. وان لم يقف المجتمع وقفه محدده وصريحه، لن ينفع ولن يجدي دستور. انا كنت لسه بتكلم في احدى الندوات، كان بيتكلم على حق العمل. احنا طول عمرنا واحنا اطفال كل الدساتير اتكلمت عن العمل حق، العمل واجب، العمل شرف. الدستور اللي تم التصويت عليه بالامس واجازته باذن الله اتكلم على العمل حق والعمل واجب تكفله وشرف تكفله الدوله. انا قلت لا، الكفاله الدوله هي في الحق والواجب، اما الشرف بيكفله المجتمع. الشرف قيمه طبعا لا يمنح ده مش وسام بتديه، ده وسام معنوي يظل متعلق بالافراد طول العمر. وعشان كده ده يرجعنا لفكره اصاله اسر من عدمها، اصاله افراد من عدمها. هو ده الدستور الحقيقي، الاصاله. طبعا اصل انت بتتعاملي مع بلد قوامه الاصاله التاريخيه. الناس لازم تفهم ده. احنا دلوقتي مجموعات العمل اللي انا بشرف بالانتماء اليها فيما يتعلق بالعمل العام، كلنا بنستهدف الان الى احياء فكره التاريخ في نفوس الناس على كافه المستويات. ازاي؟ ما انت لازم تعرف انت بتنتمي ازاي. الانتماء لا ياتي بالتربيه الوطنيه بالمناهج كويس، لكن ياتي بمجموعه حاجات من ضمنها انك تعلي القيمه دي في ذات الشخص لما يعرف هو عايش على انهي ارض كويس. ما هياش عنصريه، لان الناس لازم تفرق. يعني ساعات واحد يقول لك انتوا قاعدين دايما بتتكلموا احنا كنا، اللي انا برفضه وقلت عشان ما نبقاش اسرى الماضي. لكن انا برضه في المقابل مش لازم انكر هذا التراث على ابناء هذا الشعب. ده موروث، اديله بس منه افضل ما فيه. لازم يحس هو. عارفه حضرتك احلى ما سمعته في الفتره اللي فاتت اللي هي ارفع راسك فوق انت مصري. الشق الثاني انت مصري دي والله ما بنقولها مزايده، بتساوي كتير.
حضرتك شفت المشهد وشفت الحضور، ويمكن الشباب كان اقل فئه هي حضرت نعم للاستفتاء على نعم. مالكش تقييم لهذا الوضع، لعدم اسهاب الشباب الان بالصوت؟ انا لازم اقول ان كان في نقص في التوعيه. نقص في التوعيه ده طبعا، لان هو زائد ان الشباب لم يتم اشراكهم بالشكل بالشكل اللي يجعل التصور بتاعهم في هذا الدستور له اعتبار. الحاجه الاهم من ده وده اني ما قلتيش للشباب، ما مسيتيش مشاكلهم المباشره المرحليه، لاني قضيه العمل منسحبه على الجميع، لان في ناس تخطوا سن الشباب وما زالت قضيه العمل غير لكن في قضايا شبابيه محدده غير مطروحه بالأصل. ودي على فكره جزء منها ان انا ليا كده ساعات تعبيرات ان في وظائف بقت جراجات في كل المؤسسات، فيجي مثلا ايه عايزين نريح حد، اتقالت لي نقول لك الشباب نوديه الشباب. لا دي ماشي محاطه في تلاقي عندنا مثلا في للعاملين في الجامعه مثلا تيجي يقول لك ايه عايزين نريح فلان، قعدوا في المكتبه معايا. يبقى الحاجات اللي هي حيويه احنا بنضربها بفكره ان دي دلاله على الاسترخاء ودلاله على مش عارف ايه. انا اعلم تماما ان في جهود بتبذل في وزاره الشباب لاعاده الوضع لما كان زمان من قوافل وخلافه وحاجات كتيره مرتبطه بمخاطبه الشباب بمفردات معينه. لكن اللي لازم الناس تعرفه برضه ان اي حد مسؤول عن الشباب مسؤوليه تنفيذيه، انما هو مسؤول عن كل مشكلات مصر، وبالتالي هو اللي يحتاج المساعده. الجهات التنفيذيه لسه لها كتير علشان تبتدي تتحرك كيف عندهم، حضرتك دكتور حسن عارف كده كويس. يمكن احنا بنجد ان الشباب بيحفر في الصخر، ولكن هو لحد النهارده بيقول لك احنا كنا رافعين شعارات بتقول عيش، حريه، عداله اجتماعيه. نعم. السؤال اللي سالته قولي لي فين العداله الاجتماعيه؟ مفيش. لان انت عارفه حضرتك حتى فكره العداله الانتقاليه اللي هي دائما تقوم عليها المجتمعات السويه بعد الثورات لم تقم. انت عامله الوزاره العداله الانتقاليه لان ده قررته الامم المتحده لما له من قيمه، طبقته جنوب افريقيا كما ينبغي ان يكون. علشان كده المجتمع انتقل من مرحله الابارتايد وكل الدوشه اللي كانت قبل نيلسون مانديلا والعنصريه وما الى ذلك الى مرحله قيموا فيها الرمز واحترموه، ثم انطلقوا بعيدا عن الرمز. بقى ده احنا لحد دلوقتي بنكسر في رموزنا. الشاب ده اول يعني زي العربيه كده، الاولاني بتاعه القدوه. بالظبط. انت كسرتي كل قدوه، جرأتيه على ان هو يتطاول على اي حد كويس، وفهمتيه ان ده الثوره. هو واعي على فكره، بس في غمره الواعين واحد بس قد يفسد باللاوعي بتاعه ويتصور ان التجاوز كويس هو حاله الايه الحاله الثوريه المستمره. يوم ما يرجع للشباب وعيهم من خلال القدوه الحقيقيه اللي يجدوا فيها، يعني احنا واحنا صغيرين كنا نتمثل كتير من النماذج. انا ما بقولش القدوه هنا تبقى قدوه شخص، لاني ما فيش حد يعني البيرفكت، لكن انا بتكلم على النموذج القيمي اللي لازم اللي الشاب اما يحطه يشوف هو الى اي مدى قريب او بعيد عنه. الحاجه الثانيه ان هو لازم يستشعر العداله فعليا. ما ينفعش اولا فكره الكلام اللي بيتقال في كل حته بتاعه الاولويه لابناء العاملين مش عارف ايه، دي حرمت المجتمع من فكره الانتخاب الطبيعي في كل مؤسسه، ان اللي يطلع منها الافضل. وده اللي خلانا نشوف التطور فعلا. وفي المقابل ان انا باعلي من قيمه ايه؟ ان اي حد هو يعين ليس لانه او ياخد فرصته ليس لانه ابن عامل،
هي منتمي للمكان. لكن واحنا على فكره اما اشتغلت شويه مستشار لمعهد الاهرام الاقليمي للصحافه طرحت هذه الفكره، وكان ما احنا بنستفيد من خبرات بعض. أكيد. كانت المشكله الاساسيه هي الاصطدام بالفكره دي، كل واحد بيجيب ابنه بقى متخرج والله مؤسستي اولى بيه، فكان الاتفاق طب ما نحط شويه معايير، ومش معايير بقى عشان اعجزه، لا ده المعايير دي انا بقدمها. يعني انا بعمل دبلومات او بعمل دراسات في معهد الاهرام الاقليمي للصحافه مثلا، علشان اللي عايز بقى بعد كده يتعين. وده يمكن انا قلته مره لاحد القيادات الجامعيه رحمه الله عليه زمان، قلت له اجمل حاجه ممكن نعملها انك تحط مجموعه معايير. انت بتتكلم دلوقتي على حكومه الكترونيه، يبقى لما تيجي تعين حد لازم يكون 1 2 3 4 عنده مجموعه مؤهلات، بحيث انت بعد كده تستفيد منه. انت تستفيد منه لان هو تم تاهيله التاهيل الامثل اللي يقدر ينتقل بالجامعه من مرحله الى اخرى. هنا لما انا ادخل مع حضرتك في منافسه، وانا صحيح ابويا على راس هذه المؤسسه، لكن انت هايلي كواليفايد عني وياخدوكي، يبقى هنا بقيه افراد المجتمع هيستشعروا هذا الامر. هي دي العداله في صورتها الحقيقيه، ان انا اخد وفقا لامكانياتي كويس، والمجتمع يستفيد مني وفقا لاحتياجاته الفعليه، مش ما تبقاش المؤسسات جراجات. وبعدين فين المفاهيم التحويليه في التعليم؟ ما هو ما ينفعش انا بعد مدرسه اداب اطلع اشتغل في بنزينه، وده بيحصل. طيب. ده حتى السايس بقى دكتور، ما انا بقول لحضرتك انا واقف في طابور الانتخابات امبارح، طابور التصويت اسف، لقيت واحد بيتكلم على بحرقه، قال لي انا جايب ليسانس ايا كانت الكليه وجيد جدا، والى الان مش لاقي شغل، علما بان كليته من الكليات اللي بيجيب فيها هذا التقدير بيقدر. ربما ما كانش يعني القضيه مش في متعين معيد او غيره، لكن القضيه بقى كل المؤسسات المرتبطه بهذه المهنه ما قدرتش، مش عشان هي وحشه، عشان ما فيش قنوات جيده التوصيل. يا اخوانا الشباب قنبله موقوته وستظل قنبله موقوته. طب عشان الشاب ده يستشعر فعلا بالامان وان هو كفء لهذا المكان واولى من غيره اللي والده في هذه المؤسسه او يرأسها او موظف فيها، هل يتم تقييم هؤلاء الشباب مره اخرى مع غيرهم من اللي فعلا قدروا ان هم يتقلدوا هذه الوظائف؟ لا هو احنا ازاي ممكن نبلورها بحيث ان فعلا اولا حضرتك حضرتك بتقولي ده تطبيق فكره العداله الانتقاليه على كافه المستويات. اهم ما فيها انها ستنعكس في الاخر على ايمان الجميع بان ما وضع لم يكن مجرد توشيه او تجميل او وضع مساحيق على الوجه القبيح. مش عايز اقول وجه الوطن القبيح، لان عمره وجه الوطن ما كانش قبيح، نحن الذي نقبح ونحن الذي نجمل. اكيد. طيب العداله الانتقاليه ببساطه شديده هي ان كل شخص مستشعر ان كان له حق سلب منه عليه ان يتقدم علشان المجتمع يرجعه له. الرسوب الوظيفي زمان كانت حاله من حالات العداله الانتقاليه. احنا ليه بنقول عداله انتقاليه دلوقتي؟ عشان عايز بقى ابتدي مجتمع عافي، فعشان كده سميت انتقاليه. تنتقل في مرحله كويس، هذه المرحله حصل فيه تفكيك. احنا بنتكلم دلوقتي ان بعد الدستور هيتم اعاده بناء مؤسسات الدوله الرئيسيه بالظبط، المؤسسه التنفيذيه، مؤسسه الى اخره. لن يتم ذلك وهناك من يستشعر بمراره الظلم في النفس. معروف قاعده، وانا راجل بتاع تاريخ وبقولها لاولي الامر، ان الثورات لا تقوم بالظلم ولكن تقوم بالإحساس به. الإحساس بالظلم على كافة المستويات قائم. اوعى تفتكر اللي قاعد قصادك ده ما عندوش الإحساس بهذه المرارة. وانا أستاذ ورئيس قسم وما إلى ذلك. الكل يشعر بهذا. أيوة. ليه؟ لأن المرارة هنا ربما يعني أحيانا نتجاوز الشخصنة في المسألة لما هو أبعد. أنا مستشعر بمرارة أكبر من مرارتي الشخصية مرتبطة بالوطن. اكيد. الخوف على شباب هو له حق الله ولا يستطيع. طبيعي جدا. يعني حالة الابتئاس
اللي وصلناها له هننتظر منه ايه؟ احساسه الداخلي بان هو قيمه ليست مضافه، دي مساله صعبه يعني زي ما حضرتك قلت. نعم. حبر على ورق هيبقى. ما هو انا اخشى ما اخشاه، زي ما اللغويين بيقولوا، يعني اخشى ما اخشاه. هي قضيه ان تتحول مساله الدستور بعد ذلك الى حاله احباطيه بعد ما كانت حاله مفعمه بالامل. ده حقيقي. مش عايز انا كم الاعلانات اللي انا شايفها في الشارع من اجل رقي في تعليمك، من اجل صحتك، من اجل مش عارف ايه. يا اخوانا، رغم ان التعليم محتاج ايضا لتفكير او هقول ايه، لنسف وبدايه كل حاجه محتاجه ثوره، كل حاجه محتاجه ثوره. المؤسسه التعليميه محتاجه مننا، مش كل حاجه محتاجه ثوره. واول مهام الثوره التطهير. بالزبط. انا كنت الاول حنين شويه في الحديث وفي الكتاب في مقالاتي وغيره في مساله الاقصاء، وارى ان جميعنا مصريين، لكن انا بقول يا اخوانا كفايه نفس الوجوه تتصدر المشاهد المختلفه. ده انت لو عندك بطل واحد في المونودراما بيقوم بالمساله، لو ما كانتش المساله ضيقه او فتره قليله بتزهقي. الوان مان شو ما عادش في اي دوله في العالم. اعلاء فكره المؤسسات مرتبط بنقط كتيره. اذا كنا بنتكلم جد، ما كتب هنا يقترب من المثاليه. لكن منذ متى كانت المثاليه ترفع مجتمعات؟ المجتمعات هي اللي بتحاول ترتقي بآلياتها وادواتها علشان تصل لهذه المثاليه، مش العكس. عشان الناس بس لازم تفهم المثاليه دي بتحط القوانين اللي تنظم الياتنا وحركاتنا، واحنا بنسعى لهذه المثاليه على قد ما بنقدر. ما يحدث الان يعني انا مش يعني ما بحبش انفر، لا بشروا ولا تنفروا كما قال عليه الصلاه والسلام، لكن في المقابل انا مش عايز يؤدي الامر بينا الى الاحباط. المرحله اللي احنا خدناها دي اجمل ما فيها هو استشعار الناس انهم اصبحوا جميعا شركاء في فكره الخلاص. فكره الخلاص من طوق ضيق كان ممكن يظل حوالين رقبه المجتمع، خصوصا ان هو شمل حقوق كثير من الناس يمكن رائع جدا، قادره ان هي توصل. رائع جدا. كل الكلام كمان من المجتمع كانت بتحارب سنين طويله لكي تصل لهذا الحق. لكن لما عايزين بقى الكلام ده يتحول لواقع عملي هياخد وقت، ما بنقولش حاجه، بس مش بلاش نلعب على فكره الوقت دي اللي هي كل حاجه هتيجي بالتدريج. احنا الامثال عندنا اللي هي ملخص لتراثنا، ما في حين النهارده موتني بكره، مش ده اللي بيقوله؟ ما هو احنا مش هنعمل زي الثوره الروسيه لما قالت ان انا يعني زي صدرة حق جيل او اجيال في الحياه من اجل اجيال اخرى هتيجي النعيم. مين قال الكلام ده؟ ده منتهى القسوه، منتهى القسوه. انا بقول دلوقتي لابد ان نتكاتف فعليا. اولا جميع مظاهر الفتره السابقه من اشخاص ايا كانت انتماءاتهم، انا مش هصنف. انا بقول ان لابد ان يستشعر الناس بالتغيير من خلال الاشخاص الجدد بفكرهم الجديد. يعني التغيير ليس من اجل التغيير، والشغل بقى بتاع ان الكمون والتخفي والحاجات الميستيريس كده اللي كنا بنعيشها. احنا كنا في الجامعه مثلا كان تعيين قياده من قيادات زي اللوتريه، ما اعرفش اللي بيسمعني يعرف اللوتريه بتاعت زمان ولا لا، زي المراهنه، ده فلان ده ما ينفعش. اي حاجه في الدنيا الان اذا كنا نسعى بالفعل لتغيير حقيقي على كافه المستويات لابد ان تكون هناك معايير واضحه، يبقى كل واحد عارف لما يتقدم انه ما يتقدمش عشان قدراته البهلوانيه عاليه اللي احنا بنعاني منها وما زلنا، اللي عانينا وما زلنا بنعاني. لا، يبقى يعرف ان مش بس قدراته البهلوانيه هي اللي هتوصله، لا ده هتجيبه الارض. هيبقى زي لاعب الترابيز اللي مش شاطر، ما عرفش يمسك الحبل وهو جاي له فوقع، بس الحمد لله ما يقع المره دي ما تكونش الشبكه تحتيه لانه ما يستاهلش رقم رقبته. ده في الجزء اللي ان شاء الله ما بعد الاستفتاء على الدستور، ولكن الى هذه اللحظه هم فعلا موجودين على الارض وهم فعلا بيلعبوا الدور ده. ولحد النهارده لحد اللحظه اللي بنتكلم فيها يا دكتور اعتقد ان كتير قوي بيقول يا ترى هيطبق ما في الدستور والاحلام الورديه الجميله اللي احنا بنطمح ليها بقالنا سنين عمر،
هتحقق، وما أفسده الماضي سوف يصلحه الحاضر. وهل هذا الدستور فعلا نقلة فعلية لحضارة جديدة لمجتمعنا المصري والشباب، وخصوصا الشباب؟ نعم. يمكن احنا استهلكنا من مواردنا كتير جدا في مصر، ما عملناش حساب ان في اجيال كتير لسه جايه. ودي من ضمن الحاجات المعوقات اللي بتقابلنا دلوقتي. انا يمكن قلت اكتر من مره في مكانكم المحترم ده ان من اجمل المقولات اللي انا بحب ارددها من ساعه، هي مش تبعي يعني، من ساعه ما سمعتها، ان مخطئ من يتصور ان احنا ورثنا هذا الوطن عن ابائنا. لا، ده احنا مستلفينه من ابنائنا، وبالتالي المفروض نرد. طبعا لازم نرد هذه السلفه، ما نردهاش معطوبه او ندور على وسائل لعدم رد الدين. كويس. انا مقالتي النهارده الاسبوعيه كانت بعنوان من يحمي الفساد، لان انا استشعرت ان لن يتم اي تعديل مستقبلي اللي حضرتك بتتكلمي عنه الا بالفعل، يعني بالتعامل مع الواقع الحالي. في امكانيات كويسه، وفي طاقات، صحيح في حاله كمون وفي حاله عدم رغبه في المشاركه، لان ما زال اصحاب الصوت العالي بيتصدروا المشهد زي ما اتكلمنا في الاول. انا بتصور ان من اصبحوا مسؤولين عن فكره العداله الانتقاليه في مصر عليهم اولا ان يبحثوا عن هذه الثروات او الكنوز المخبوءه. نمره 2، يفسحوا لها المجال، لان هي بطبيعتها بتحترم نفسها اكثر من اللازم ساعات، فبالتالي لن تنافح الاخرين لانها ما عندهاش ادواتهم. الشخص الجاد مش قاعد طول النهار عشان يخطط ويفكر ويعمل ويسوي ويربط وكل الكلام اللي بنسمعه اللي اصبحت مفردات في المجتمع، يعني من كتر ما اخرجت من روائح كريهه يبدو ان احنا تعودنا عليها. هي في ملخصها الفهلوه يعني في كل شيء، اسميها زي ما تسميها. لكن انا بتصور الحقيقه ان جزء اساسي من نجاح هذه المرحله هو يعني اذا كانت الناس بتدور حتى على صياغه لرئاسه جديده والصياغه البرلمان جديد، يعني على المستوى المؤسسي، ما هو المؤسسات دي ليست اطر نظريه ولا في الفضاء الافتراضي. ده سيتم تعبئتها ببشر. انا بقى شايف بصراحه ان البشر لابد ان يكونوا هنا لهم سمات خاصه. بقول للسطوه الامنيه خليكي لحمايه المجتمع وليس لدفع اصحاب الولاءات الكاذبه الزائفه. دي نقطه مهمه جدا. انا يمكن يعني صرحت النهارده لاني مش عايز هذا. الله يكرمك، انا ما بتكلمش اكتر. لا، الفرصه اللي احنا بنعيشها في هذا المجتمع اليوم فعلا. احنا عانينا الامرين من سوءات مجتمعيه افرزت داخل الجامعه، وافكار مشوهه، وكانت النتيجه ان سلوكياتهم انعكست على كل افراد الجامعه. ما تقوليش بقى وده بيسكتوا ليه ودول بيعملوا ليه. في الاعلام نفس الحكايه. انا لسه من اسبوع انا ومجموعه من الزملاء، احد الله يسامحهم قام راح جايب مجموعه اسماء في احدى الجرايد وقال دول اساتذه بينتموا لتنظيم معين وبيعملوا الى اخره. لما راجعت الجريده يعني عشان تكرمنا قامت راحت جايبه اسامينا تاني هي نفس الجريده، بس قالت دول اللي خدوا على عاتقهم تطهير الجامعه من كل مش عارف ايه وبتاع. يا اخوانا احنا لا خدنا على عاتقنا ده ولا كنا ده. انت فين مصداقيتك كجريده؟ في نفس الصفحه صنفت دول مره وصنفت. مين السبب في الكلام ده كله؟ ان احد الذين تم الاتصال بهم قام راح قايل الاسماء دي لان دول بغبائه او حطهم في سله واحده، لان دول اعداء. دول اعداء. اي اعلام هذا واي يعني بقول لحضرتك لسه بدري الجامعه، الاعلام، كل الوسائل التي تتعامل مع الضمير، مع الوجدان الوطني، ده اهم كتير جدا من ان احنا ندور على عارفه دي بقى هتحل شقق وهتحل تعليم. الوجدان الوطني حضرتك قلتها في كلمتين، هم دول تطهير الوجدان الوطني. زي بالظبط ما الواحد بيتوب. ما تيجي نعمل توبه وطنيه. يا ريت يا دكتور، ما تيجي نعمل توبه وطنيه يا اخوان. تعالوا نقف كده ونعتذر لهذا الوطن اللي بهدلناه كتير، ونقول له احنا تبنا اليك يا رب، تبنا في اللي عملناه في حق هذا الوطن، ونعدك
اننا لن نعود لما كنا عليه من قبل. صعبه، ما تيجي نعمل توبه وطنيه. أنا أأمن عليها وأقول اللهم آمين. دكتور حسن محمد السعدي، أنا شاكرة جدا لصراحتك معايا النهارده. الله يخليك. ومش هقول انفعالك، كمان مش انفعال في حب الوطن، ده هو ساعات من أجمل اللحظات اللي الإنسان الحمد لله بيطلع يعني كل مكنونه الجميل اللي جواه. احنا عشنا مصر بره، وعرفنا قد ايه احنا مكرمين بيها ومكرومين لاننا مصريين. انا عشت في انجلترا وانا طالب، وعشت في احدى الدول العربيه، ولم اكن اتدثر ولا احتمي باي شيء غير كوني مصري. انا سعيده بلقائي معاك، وكونك مش بس مصري، اتعلمت منك، وده جميل لما نتعلم من بعض وتبقى قدوه ليا ولاولادي. فده شيء جميل جدا. اتمنى في كل مكان وفي كل مؤسسه زي ما قال الدكتور، احنا قدوه لاولادنا. يا ريت بجد نكون قدوه، نتاكد من مصادرنا قبل إلقاء التهم على الآخرين. نتأكد كمان إن شبابنا هيكون لهم وضعهم في المستقبل، وإن الدستور ده يحقق لهم ده فعلا. نتمنى كل فئة المجتمع تشعر بالأمان الكامل. هذا الدستور ليس للغناء والتهليل والمباركة بيننا وبين بعض، ولكن هذا الدستور لمستقبل أجيال قادمة إن شاء الله. أشكرك مرة تانية. أنا اللي شاكر حضرتك الفضل والله، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة، وهذا البلد الطيب بخير، وإن شاء الله يا رب نلتقي السنة الجاية عشان يعني طموحاتنا ليه اللي اتعمل ده بس مش كفايه علينا، احنا نحتاج اكتر، ونبقى دايما باصين، ما نبصش بقى لورا، مش عايزين ننتقد كتير، عايزين نقول يا رب للاحسن ويا رب للافضل، عشان الواحد لما يلقى وجه ربه، وربنا يدي جميع طول العمر، يحس هو مقابله انه عمل حاجه، ساب حاجه لاولاده، ساب حاجه لاولاده على المستوى العام، مش ولادي فيزيكال يعني، اللي هو الاجيال اللي جايه. طبيعي جدا. غير كده يبقى احنا ما زلنا في منظومه العبث، إذا كان للعبث منظومة. احنا عشنا، هيكون لنا لقاء آخر إن شاء الله، نقول تحت أمر تقييم سنة كاملة من مبروك لمصر. مبروك انتماء ولادها ليها. مبروك لمصر. وحضرتك نروح لفاصل ونعود إليكم. شكرا جزيلا. الأربعاء على شاشة الإسكندرية هتلاقينا والخط الساخن. هنكون همزة الوصل بينك وبين المسؤول. مش بس كده، هنعبر عن أحلامك وآمالك وتطلعاتك.
ناخدكم لفقرة منشط وخبر من جرايدنا اليوم. في جريدة الأهرام في منشط بعنوان جيش إعلامي صيني تابع الاستفتاء بانبهار وموضوعية. ايه بقى موضوع المنشط ده؟ على النقيض من كتير من وسائل الإعلام الغربية التي اكتفت بنقل وجهات النظر لطرف واحد وبصورة خلت كثيرا من الموضوعية خلال تغطيتها للاستفتاء على الدستور، أوفدت وسائل الإعلام الصينية جيشا من المحررين والمصورين لمتابعة هذا الحدث الكبير في مصر، انتشرت في كافة المحافظات المصرية. وعلى النقيض من التقارير السلبية التي ركز فيها الإعلام الغربي على أعمال العنف وتصيد السلبيات، وصفت وسائل الإعلام الصينية استفتاء المصريين على الدستور من على أرض الواقع بأنه عرس ديمقراطي في ظل هذه الطوابير الحاشدة. تعالوا مع بعض المنشط آخر من جريدة الأهرام بيقول المصريون بيسطرون تاريخا جديدا للمنطقة. استكمل ملايين المصريين في اليوم الثاني والأخير من الاستفتاء على الدستور أمس زحفهم المقدس إلى صناديق الحرية والاستقلال، مسجلين رقما قياسيا جديدا في تاريخ المشاركة بالاستفتاءات وسط توقعات بتمرير دستور المستقبل بفوز كاسح. أسقط المصريون رسميا وللأبد أوهام الشرعية المزعومة بجماعة الإخوان الإرهابية والرئيس المعزول محمد مرسي، ومنحوا ثقتهم لنظام 30 يونيو وخارطة الطريق، فاتحين تاريخا جديدا للعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط. هناك منشط آخر من الأخبار: خبراء الإعلام ماسبيرو والقنوات الخاصة نجحت في تغطية الاستفتاء بدرجة جيد جدا. ده المنشط. أما ماذا يقول هذا المنشط بتفاصيله؟ بتقدير جيد لكل القنوات وتقدير جيد جدا للبعض. نجح الإعلام المصري المرئي في اختبار تغطية الاستفتاء على دستور مصر لسنة 2014. هذا ما أجمع عليه الخبراء الذين استطلعت آرائهم حول تقييم أداء التلفزيون والفضائيات. أما بخصوص قناة الجزيرة والأكاذيب التي حرصت على بثها لتفسد فرحة المصريين، فهي قناة موتورة لا ينبغي النظر إليها ووضعها في الحسبان، فما تبثه نابع من الحسرة التي أصابتها نتيجة فرحة المصريين. ويقول دكتور علي عجوة عميد كلية الإعلام الأسبق أن التغطية كانت جيدة ومحفزة لمن لم يستطيع النزول في اليوم الأول أن ينزل في ثاني الأيام، فمن شاهد التغطية كان يخجل من نفسه إذا شعر بالتكاسل ويقرر النزول. نيجي للجمهورية، منشط بعنوان وانتصر الشعب في معركة الدستور. بدأ الفرز والنتيجة خلال 72 ساعة. بدأت في 9 مساء أمس عمليات فرز الأصوات في الاستفتاء على الدستور داخل اللجان الفرعية البالغ عددها 30,317 لجنة على مستوى الجمهورية. بدأ الفرز عقب انتهاء عملية التصويت وفي حضور ممثلي منظمات المجتمع المدني، وأكدت المؤشرات الأولية ارتفاع نسبة المشاركين في هذا الاستفتاء. وتوقعت مصادر باللجنة العليا إعلان النتيجة النهائية خلال 72 ساعة، وأكدت اللجنة عدم إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء قبل المراجعة التامة لكشوف اللجان العامة لكشف التصويت المزدوج وإبلاغ النيابة العامة. وعلى فكرة نتيجة الاستفتاءات إن شاء الله هتكون يوم السبت، وده اللي جانا من شوية من أخبار. في الأهرام منشط بعنوان 96 عاما على ميلاد حبيب الملايين. في هذه اللحظة التاريخية حيث تتوجه مصر كلها لوضع اللبنة الأولى لخريطة طريق مستقبلها الجديد بالاستفتاء على الدستور، يتذكر المصريون بكل الحب زعيمهم الراحل جمال عبد الناصر. ففي مثل هذا اليوم منذ 96 عاما ولد الراحل بالإسكندرية في 16 يناير 1918، كما تشير إلى ذلك بطاقته العائلية الصادرة في أول مارس عام 1958 عندما قامت الوحدة مع الشقيقة سوريا. ويتذكر المصريون كرائد لتحقيق الاستقلال الوطني، وهو الرجل الذي حافظ على كرامتهم وبنى لهم المصانع والمدارس والمجد. وكما أحب عبد الناصر مصر ورفع قامتها وقيمتها بين الأمم، أحبته مصر وأحبه المصريون وأبدا لن تنسى مصر ابنها الحبيب. أيضا من خلال جريدة المصري اليوم،
برضو محبو ناصر يحتفلون بذكرى ميلاده على أنغام تسلم الأيادي. تزامنت ذكرى ميلاد عبد الناصر 96 مع تاني أيام خروج المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وتوافد أعضاء أسرة الزعيم وعدد من محبيه إلى ضريحه أمس لإحياء ذكرى مولده. وخيمت الأجواء السياسية التي تعيشها مصر على مراسم الاحتفال، حيث أحيا محبو ناصر ذكراه على أنغام أغنية تسلم الأيادي، بالإضافة لأعلام مصر التي رفعها الوافدون على الضريح، وأحاطت الورود تعبر للزعيم وعلى قبر الزعيم وقبر زوجته السيدة تحية عبد الناصر المجاور له. ومن جانبها قالت هدى عبد الناصر أن مصر في حاجة إلى إدارة تستمد مرجعيتها من الزعيم عبد الناصر سواء في السياسة الخارجية أو المبادئ الاقتصادية، موضحة أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو تعتبر تخرج بنفس المبادئ والمطالب التي طالما نادى بها وطالب بها عبد الناصر. يمكن هي دي منشط وخبر من خلال جرايدنا اللي استعرضناها معكم اليوم من خلال اسكندرية مباشر. نروح لفاصل ونعود إليكم. إن شاء الله اللقاء الأسبوع القادم مع أسرة يوم الخميس لإسكندرية مباشر. انتظرونا وكل جديد من خلال كاميراتنا في إقليمنا غرب الدلتا من خلال كاميرا قناة الإسكندرية، وهناك العديد من المنشطات والأخبار الجديدة. إلى اللقاء.